مرحبا أصدقائي، شلونكم؟ شخباركم؟ تعالوا اليوم نسوي بيتزا صحية بدون طحين ومواد متوفرة عندنا بالبيت. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى بيت محمد. عندي هنا بارشة بتيتة وبارشة جزر خليتهن وطماطة مقطعتها ناعم وفلفل أخضر وخليت عليه بيضتين. يعني وجبة مثل ما نقول خفيفة وسريعة وسهلة. وخليت عليها فلفل أسود قليل، تمام، وملح، وخلطتهن سوية. يعني هاي اللي يجي جوعان ومستعجل واللي يريد وجبة صحية يسويها. تقدرون تخلونها بالطاوة وعلى نار هادئة، وتقدرون تخلونها بالفرن وتشونها، أو حتى بالغلاية الهوائية، تمام. وهسه حبايبي أنا راح أخليها هاليوم على بالطاوة، شوية زيت، كلش شوي، شوفوا يعني يمكن نص خاشوقة هيك صغيرونة، نقطتين خليت ودهنت الطاوة مالتي، تمام. لكن انتو اذا تريد تخلونها وتشونها بالفرن خلوها على ورق زبدة بالصينية، ما تحتاجون هاي القطرتين الزيت اللي خليناها، تمام، وتشونها. نفتح هاي الخليط كله سوينا، نفتحها بالطاوة مالتنا. وطبعا شنو تحبون تخلون بعد؟ انا عندي لحم مسلوق خليته على الوجه، انتو عندكم لحم او فطر او مثل دجاج، او تريدون تخلون بس جبن، انتو براحتكم شنو تريد تسوون سووا، تمام، حسب المواد المتوفرة عندكم. لا تلتزمون اكو مثل نقص بالمواد، لا عادي، مثلا فلفل اخضر ما موجود لا تلتزمون به، عادي سووها، مو الا تخلون مثل لحم ما موجود، دجاج ما خلوه بس جبن وزيتون، تطلع كلش طيبة. يعني حسب المواد اللي عندكم. وهسه راح اخليها على نار هادئة على الطباخ. وهاي بعد ما استوى، شوفوا ما شاء الله تبارك الرحمن.